بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد، جامعة عين شمس. التليفون 0100 52 51 662. النهاردة هنتكلم عن زراعة وإنتاج التين، اللي هو التين البرشومي أو التين الأسباني، التين التركي، التين المصري، التين البلدي، والتين السلطاني اللي هو سلطاني أبيض، التركي الأحمر، البراون التركي، البلدي الأبيض أو البلدي، أو البرشومي المطروحي أو المصري. يزرع بالبذور أو العقل، والأفضل إن هو يزرع عقل أو شتلة. يزرع عقل من 15 إلى 25 سنتي طول العقلة، سمك القلم الرصاص أو أكثر. ماشي. عقل بقى من 3 إلى 4 عيون. يفضل أن تكون العقل من وسط الفرع للشجرة. تنتج الشجرة حوالي من 50 إلى 100 عقلة. سليم. مساحة الزراعة 2 في 4 متر أو 3 في 4 متر أو 4 في 4 متر. يزرع به أو يحمل عليه شجر الباباز أو الخروع. أفضل ميعاد لزراعة العقل هو من 15/1 حتى 15/2، وتبقى لمدة 20 يوم إلى 30 يوم مزروعة في الأرض مقلوبة أو نائمة. لتحضيرها لتحضير طبعا والحث على التجزير، ثم الزراعة في ميعاد حتى يتم الزراعة في 15/2 من كل عام. تزرع طبعا تزرع على مسافات من 70 ل 80. تتحمل الزراعة من 70 إلى 80 درجة ناعمة، يعني أو تزرع مائلة بدوران، أو تزرع مائلة من 70 إلى 80 درجة أو نائمة. هي أفضل في النمو طبعا المائلة. الزراعة في شتلة في أكياس في شهر 1/3 إلى 15/3 اللي هو شهر مارس. يمكن تحضير العقلة في أكياس حتى زراعتها في الأراضي المستديمة في جميع الأراضي الخفيفة والرملية والحمراء وجميع الأراضي. يتحمل الملوحة حتى 2000 BPM. يتحمل الظروف الجوية الصعبة والرياح البسيطة، لا يتحمل الرياح الشديدة، لذا لابد من زراعة مصدات الرياح حول المزرعة بشجر الجزورين. يزرع في جور أو مصاطب، والأفضل في جور حتى طبعا لا يكلف. يحتاج الفدان إلى 15 متر سماد بلدي محلل من الفيرمو كومبوست والدواجن والطيور، زائد 5 طن جبس زراعي، زائد 2 شكارة كبريت زراعي. ويفضل أن تكون كفر الزيات. نظافة وتنقية الحشائش مهمة في الأراضي. زراعة ضيقة في الجو الحار 2 في 4، وفي الجو البارد شمال مصر يزرع على مسافات واسعة، اللي هو 5 في 5 أو 10 في 10 أو 3 في 4، وخاصة في محافظة مطروح وبرج العرب. الخدمة في شهر 12 طبعا من كل عام، ثم التعطيش من شهر 1 بعد التقليم. طبعا تقليم، وبعدها أخذ العقل من الأمهات. يطرح ويجمع التين بعد 6 شهور من الزراعة. الجمع يتم من 15/6 حتى 15/12. طبعا نبات أو محصول التين البرشومي له نوعين من المحصول. محصول رئيسي في 15/6 إلى 15/12 اللي هو يونيو ديسمبر، ومحصول عادي يتم زراعته يتم جمعه في 4 و5 اللي هو إبريل مايو. ينتج الفدان حوالي من 5 ل 8 طن للفدان، منه التصدير ومنه المحلي. ويتم الجمع في الصباح الباكر في صناديق سعة العبوة 5 كيلو. طبعا الجمع من 6 صباحا حتى 12 ظهرا بعمالة مدربة. طبعا أفضل شيء طبعا نسمد ونروي ري منتظم في الصباح الباكر. نبات سريع النمو، شجرة مباركة في القرآن الكريم. تكاليف الفدان يحتاج إلى أكثر حاجة في تكاليفه هي العمالة أثناء الجمع أكثر شيء، ثم الخدمة طبعا والتسميد أثناء الجمع.
يرش بالدرموكس في شهر واحد اللي هو شهر يناير بعد التقليم في فترة تعطيش النباتات. ويفضل أن نرش أو نسمد أعفان جذور زي كبريتات النحاس أو وقائي للنيماتودا زي الإكزامايل، ورش بالحشائش. طبعا في يفضل التنقية بالحشائش أفضل. والرش طبعا بأميدا كولبارات باللمبادة وقائي للمن والتريبس والذبابة الفاكهة. يتحمل درجة حرارة من 25 ل 45 درجة مئوي. تقليم يتم إزالة السرطانات والأفرع المتزاحمة والمتشابكة وفتح الشجرة من القلب وخف النمو وجمع التين القاعدي، ثم إزالة الورق القاعدي من 3 ل 4 ورقات الأسفل بعد الجمع للثمار القاعدية. الفروع لازم ولا بد من إزالة الأوراق التي تصيب الأمراض، ولا يفضل الرش أثناء التزهير. طبعا التسميد والرش قبل التزهير اللي هو طبعا التسميد بالان بي كي، بالمغنيسيوم، بالكالسيوم، بالبوتاس، بالفوسفور، والتسميد بالنترات او الملح. ولا يفضل استخدام اللوريا في هذه الاراضي. الامراض والافات والحشرات التي تصيب التين البرشومي اللي هو البيض الدقيق والبيض الزغبي طبعا بالرش بماده فوستيل الومنيوم او ماده الميتالاكسيل او المانكوزيب او ماده الكبريت الميكروني. الحشري مثل الأكاروس الأبامكتين واللمبادة. ذبابة الفاكهة والمن والتريبس يرش بكلوروبروفوس. لمبادة مادة الأميدا كولبرايد. والأعفان والجذور طبعا كبريتات النحاس والنيماتودا مادة الإكزامايل. أخطر شيء يصيب محصول التين هو أمراض النيماتودا والأمراض الأكاروس. ويفضل أن نعمل برنامج وقائي أفضل من العلاج حتى لو يكلفنا كثير. زراعة أصناف مبكرة وكثيرة الإنتاج مقاومة للأمراض والآفات. وطبعا هنقول لك الوقاية خير من العلاج. سؤال الحلقة النهاردة هو: ما هو أنسب ميعاد لزراعة التين في مصر من العقل أو الشكل؟ دمتم في أمان الله والسلام عليكم.